مالوش حق يموتها. باباك يموتها عشان ماشي شمال ما يموتهاش ليه؟ الأم اتنازلت عن حق بنتها علشان أخوها كان بيربيها لأنها جابت لهم العار. متنازلة عن حق بنتي لابني، عادي يخبطها اتوفت عادي. في سنة 2024 بقرية سيلة محافظة الفيوم، رشا 32 سنة مطلقة وعندها ولدين. لكن قبل الواقعة بكام سنة رشا كانت عايشة مع أمها وأخواتها بعد انفصال الأب والأم. الأم اتحملت الرعاية والاهتمام، والابن الكبير ليها واللي اسمه صادق اتحمل المسؤولية من صغره واشتغل علشان يقدر يصرف على أمه وأخواته، وده خلاه يتنازل عن حاجات كتير في حياته علشان يقدر يساعد في مصاريف البيت. والحقيقة انه ما كانش قايم بدور الاخ وتولي المصاريف وبس، ده كمان كان قايم بدور الاب لاخواته، لدرجة انه تنازل عن مستقبله في تكوين اسرة وبيت واولاد علشان يجوز اخواته كلهم اللي اصغر منه. وبالفعل ده اللي حصل لحد لما صادق كمل رسالته على اكمل وجه، ساعد اخواته كلهم لحد ما اتجوزوا. حتى رشا كمان اتجوزت من واحد سعودي وسافرت معاه وعاشت حياتها وخلفت منه ولدين. وفي نفس الوقت ده اللي المفروض فيه صادق كان يتجوز ويشوف حياته، بيقرر انه ما يتجوزش لحد لما يطمن على حياة كل اخ من اخواته، والمشاغل اخدته والسنين عدت لانه حس انه بقى مسؤول كمان عن ولاد اخواته اللي كانوا بينادوا عليه يا بابا، وتحمل مسؤولية فوق المسؤولية. وتعدي السنين وبيحصل خلافات بين رشا وجوزها، فبتتطلق وبترجع لمصر هي وأولادها وبتعيش مع أمها وأخوها صادق. لكن من أول ما رجعت لقريتها بدأت إنها ترجع دايرة معارفها بالصحاب والجيران، تخرج وتطلع وتزورهم وتقعد معاهم. لكن الأمر ده ما عجبش صادق أخوها اللي من أول رجوع أخت رشا للقرية وهو شايف إنها بقت مسؤولة منه وإنه لسه ما خلصش دوره معاها، وبدأ يحط قيوده عليها، بلاش خروج كتير، بلاش كلام وسلام مع ناس معينة هو شايف انهم مش كويسين. وده طبعا من وجهة نظره، لان رشا ست منفصلة دلوقتي واي فعل او تصرف من رشا هيبقى محسوب عليها. لكن الكلام ده ما عجبش رشا، وشافت انه كده بيتحكم في دايرة علاقاتها وعايز يتحكم فيها، وقالت له انها كبيرة كفاية علشان تطلع وتخرج في الوقت اللي هي عايزاه وتكلم مين وما تكلمش مين. الاول كانت بتسكت لانها كانت لسه صغيرة، وبيبدأ من هنا يحصل خلافات بين الاخين لحد فترة بسيطة شاب بيتقدم للزواج من رشا، بس صادق رفضه من غير حتى ما يرجع وياخد رأي صاحبة الشأن رشا. طبعا رشا كلمت أخوها ازاي يرفض عريس متقدم لها من غير ما يسألها عن رأيها. صادق كان رده عليها انه شايف ان العريس ده مش مناسب ليها، لأنه أولا أصغر منها في السن، تقريبا كان عنده 28 سنة، ودي حاجة عيبة عندهم إن العريس يكون أصغر من العروسة. ده غير كمان إنه كان شايف إن الشاب ده طايش ومش مناسب ليها. وطبعا الكلام ده ما عجبش رشا لأنها صاحبة الشأن، وقالت له إنها موافقة على الزواج من الشاب ده وعايزاه. فالعريس بيرجع ويتقدم تاني، لكن صادق بيرفضه للمرة التانية، فبيحصل مشاكل كتيرة بين صادق ورشا لأن رشا كانت عايزة الشاب ده وتقريبا كانوا بيحبوا بعض. علشان كده الشاب قرر إنه يشوف حل مع صادق، وبعت أكتر من شخص وسيط علشان يقنعوا صادق بزواجه من رشا. لكن صادق صمم على رأيه وما عملش حساب لرغبة رشا أخته وموافقتها. وهنا الشاب قرر إنه يتصرف علشان يجبر صادق على جوازه من رشا، وبيبدأ يلمح لصادق إنه لو موافقش على جوازته من رشا فهيتجوزها عرفي لأنها موافقة. وبيحصل مشكلة كبيرة بين الشاب وصادق وبتوصل للاعتداء بالضرب، والمشكلة ما بتوصلش الحل وكل واحد مصمم على موقفه. وبعد المشكلة دي الشاب بيكرر نفس اللي عمله وبيقول لصادق انه بيحب رشا وعايزها وهيعمل المستحيل علشان يتجوزها، ولو ما اتجوزهاش هيسوء سمعتها في القرية. ده غير كمان انه قاله انه متجوزها عرفي ومعاه صور كتير لرشا، وده كله علشان يجبر صادق على موافقته على الزواج من رشا. فبيحصل مشكلة تانية، وقتها صادق بيرجع لرشا أخته علشان يتأكد من كلام الشاب، فرشا بتقوله إنها كبيرة ومسؤولة عن قراراتها وبرضاه أو غصب عنه هتتجوز الشاب ده لأنها بتحبه وعايزاه، وإنه يوافق علشان شكلهم قدام الناس، وإنها لحد آخر لحظة هي عاملة اعتبار لأخوها الكبير ومش عايزة تاخد خطوة يزعل منها فيها. لكن صادق برضه بيصمم على رأيه لأنه كان شايف من كتر تحمله للمسؤولية اتجاه اخواته من وهو صغير لحد لما كبر حس انه مش اخوهم وبس، ده كمان ابوهم. علشان كده خوفه على فشل جوازة اخته للمرة التانية كان مسبب له حالة من الرهبة انه كده ما اداش دوره على اكمل وجه. وفي نفس الوقت رشا كانت شايفة نفسها كبيرة كفاية علشان تاخد اي قرار في حياتها، خصوصا لو كان قرار زواج. وقتها صادق بيطلب من اخواته انهم يكلموا رشا
ويجيبوها عند بيت اخ من اخواته علشان يتكلموا معاها ويقنعوها. وبالفعل ده اللي حصل. ويوم الواقع رشا بتروح لبيت اخوها المتجوز وصادق بيكون هناك وبيتناقشوا، لكن رشا بتصمم على رأيها، فصادق بيطلب منها يطلعوا يتكلموا في غرفة لوحدهم علشان يقنعها ويتأكد من موضوع الزواج العرفي والصور اللي سمعوا. وبالفعل رشا وصادق دخلوا الغرفة واتكلموا، لكن وسط الكلام النقاش بيتطور وصادق بيصمم على رأيه ورشا بتصمم على رأيها، وإنها خلاص أخدت قرارها وهتتجوز الشاب ده غصب عنه. وطبعا الكلام ده بيستفز صادق جدا، ومع تطور النقاش الخلاف بيكبر، فصادق بيلاقي بنطلون على السرير، فبياخد البنطلون من على السرير ويلفه حوالين رقبتها على أساس إنها تتراجع عن قرارها، ولو ما تراجعتش يبقى خلاص نهايتها خلصت. فرشا بتقاومه، وأثناء المقاومة بيحصل بعض السحاجات وصادق بيقتلها. بعدها على طول صادق ما بيصدقش اللي حصل وبينادي على أخوه وهو منهار علشان يشوفوا حل. فصادق بيقرر إنهم يبلغوا عمدة القرية، العمدة هو اللي مسؤول عن القرية. فصادق بيروح بنفسه للعمدة ويقوله على كل اللي حصل، وإنه قتل أخته في بيت أخوه والجثة هناك ومعاها أخوه. العمدة بيتحفظ على صادق وبيبلغ رجال الأمن، وبوصولهم تم القبض على صادق. وفي نفس الوقت قوة من رجال الأمن بعينوا الجثة، بيلاقوها واقعة على الأرض وجنبها بنطلون وعلى جسمها بعض السحاجات وفي زرق حوالين رقبتها، فبيتم تحويلها للطب الشرعي اللي بيثبت إنها ماتت عن طريق الخنق. وصادق بيعترف على الواقع بالكامل. وأثناء المحاكمات الكل بيتفاجئ إن أم رشا وصادق بتتنازل عن حق بنتها رشا، لأنها شايفة إن بنتها غلطانة وعلاقتها ما كانتش كويسة، والناس كانوا بيتكلموا عليها بسبب علاقتها بالشاب اللي طلبها للزواج. وكمان أخوها صادق استفز من كلام الشاب إن هو متجوزها عرفي ومعاه صور وفيديوهات ليها، وإن صادق كان بيربيها، وشافت إن قتلها بالشكل ده كان أثر المشكلة اللي حصلت، وإن صادق ما كانش يقصد يقتلها، هو كان بيعلمها الأدب بس لأنه في مقام أبوها. وبعد شهادة الأب والأم في المحكمة بيتم الحكم على صادق بالسجن المؤبد 25 سنة سجن. وحقيقي في فرق بين الخوف على شخص انت بتحبه والتحكم في حياته. قرار الزواج في النهاية المفروض هو قرار رشا، لكن خوف صادق عليها ناتج انه تخلى عن حياته ومستقبله علشان خاطر اخواته. فلما رشا اخدت قرار هو مش موافق عليه، ده كان بالنسبة له شيء صعب، علشان كده اللي مقدرش انه ينفذه بالتفاهم نفذه بالقوة.